لك ان اداره نادي الزمالك هتتضر بسبب تجديد زيزو، وكنت صورت فيديو ونزلته وقلت، وفي واحد دخل لي في التعليقات قال لي انت مالك ومال زيزو ومش عارف ايه. انا كنت قلت من فتره ان اداره نادي الزمالك هتتضر بسبب زيزو. الحل الامثل اداره نادي الزمالك تسيب زيزو يمشي وتاخد الفلوس تستفاد بيها. ده انا قلته، والله انا قلته. فالوقت زيزو هيجي على اخر الموسم هيمشي وهيمشي فري. طب يبقى اداره نادي الزمالك كده خسرت المدرب، هتخسر سيف الجزيري احسن 9 في مصر، تخسر احسن 9 في مصر، هتخسر سيف الجزيري. والله اعلم اللي هيحصل تاني، يعني الله اعلم، ممكن في غرامات بقى تانية بسبب مستحقات متاخره وحاجات. فالموضوع الملف دوت اساسا غلط. انا من وجهه نظري، انا ما بتكلمش كاهلاوي ولا، انا بتكلم من وجهه نظري. وفي الاول والاخر سيف الجزيري هو لعيب اجنبي، انت هتديلي فلوس يا عم انا هبقى معاك قشطه وتمام ومية مية. مش هتديلي فلوس انا هشوف مصلحتي، هروح بقى للفيفا بقى اطلب مستحقاتي منها، وانت تفرض عليك عقوبات